العراق يودع كأس العرب. فعلنا المستحيل عاليا، لكن المستحيل لم يكن كافيا. منتخبنا الوطني بأجمل أداء وبأفضل صورة وبأحسن مستوى ربما منذ سنوات يخسر أمام المنتخب الأردني الشقيق بهدف من ركلة جزاء دون رد. استحواذ، سيطرة، هجمات، خلق فرص، وكل شيء كان في الملعب عراقيا. نعم، هي مباراة لكرة القدم، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأداء ولا يكن هناك نتيجة فنقول هنا الحظ قد لعب دوره. اليوم كان المنتخب العراقي أو كاد أن يسجل بأي دقيقة، بل قولوا أي ثانية من المباراة. ليش؟ لأن قدمنا مستوى عالي ومستوى مميز ولاعبين ذو جودة عالية جدا. نعم، ممكن هناك اكو هنات، اكو تراجع، اكو اخطاء، لكن ثقوا، عندنا منتخب يشرف وعندنا منتخب يرفع الراس عالي. يقولون الدوري العراقي ما ينتج لاعبين، هذا كلام فاضي وخطأ في خطأ في خطأ. نعم، عندنا قوة ضاربة من لاعبي المحترفين ونحن بحاجة ماسة إليهم، لكن عندنا مواهب وعندنا أسماء مميزة. اليوم اللي قدم المنتخب العراقي في هذه المباراة مكاسب عديدة وفوائد جمة، علينا أن نبني عليها ونخطط صح ونعمل بالطريق المطلوب. اكتشافات البطولة، فوائد البطولة، مكاسب البطولة، بعيدا عن الخروج من ربع نهائي. بطولة عربية، بطولة حبية، نبارك بيها للمنتخب الأردني الشقيق فوزه، وهاي روحنا الرياضية. نعم، احنا ما دمنا في بطولة كأس العرب نقول للفايز مهما كانت المستوى أو الأداء اللي قدمناه، لكن الروح الرياضية تحتم علينا أن نبارك للأشقاء الأردنيين بهذا الفوز، مع الأمنيات ومع المطالب اللي كانت اليوم أن تثمر عن فوز عراقي وتأهله إلى نصف النهائي. لكن احنا زعلانين؟ أنا على المستوى الشخصي لا والله ما زعلان، بالعكس فرحان كثير ومستمتع بالأداء اليوم اللي قدم في هذه المباراة. خلوني أحيي وأصفق لعدد من اللاعبين المميزين. آكام هاشم بطل المباراة بلا منازع. تخيلوا وين ما تواجدت الكرة تشوف آكام هاشم موجود. هذه اكتشافات البطولة. زيد اسماعيل، برافو زيد، وين ما اجت الكرة في وسط الميدان شفتوا زيد اسماعيل موجود، وهذه ايضا من اكتشافات البطولة. احمد يحيى 10/10، برافو احمد. علي جاسم عمل الهوايل والعمايل بالشوط الثاني من المباراة. نعم، هناك ربما غياب لعدد، ايضا كرار نبيل ما انسى في اجزاء كثيرة من المباراة كان مميز ورائع جدا. اكو هناك ممكن لاعبين هذا مستواهم وهذا اللي قدموه وهذا اللي قدروا عليه. جاء الوقت اتوقع على المستوى الشخصي، جاء الوقت ان نقول لهم شكرا على ما قدمتوه. فمهمة العراق اللي احنا جايين عليها بالملحق العالمي هي اهم، واتوقع ان الصورة باتت واضحة تماما امام جراهام بمن هم الاجدر والافضل والاميز ان يرتدوا فانيلة المنتخب الوطني في الملحق العالمي. مبارك مجددا لأهلنا وشعبنا وحبايبنا اهل المملكة، مبارك للطف الزعبي، مبارك لابو داود، مبارك لكل اردني التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة. وما نقول هارد لك انه على العكس، بل مبارك لاننا كسبنا منتخبا سنبني عليه كثيرا خلال الفترة القادمة. كل التفاصيل وكل المحاور والمباراة واصداء ما بعد المباراة راح نتعرف عليها بعد ملف مباراة منتخبنا الوطني امام المنتخب الاردني. ودعوني ابارك للفائزين من هذه المباراة. ابو ليث، مبروك فوز النشامة، مبروك تأهلكم الى نصف النهائي. الله يبارك فيك علي. الواقع
بالسلامة قاد منتخبنا لأنه يحقق نتيجة الفوز بهدف دون رد، وإن كان في ركلة جزاء بنهاية الشوط الثاني على حارس المنتخب العراقي لم تحسب. أنا سعيد بالتأهل، وبنفس الوقت بدي أبارك للاتحاد العراقي وللجمهور العراقي المستوى الرائع اللي ظهر عليه منتخب العراق، اللي بالشوط الثاني حاول جاهدا انه يضغط بكل السبل، لكن كابتن السلامي بعد اصابه يزن عماد، وانت امبارح تدق على الخشب 3-4 مرات، يبدو عينك حاره عليه كانت. ولا حاره ولا كل شيء، حاره جدا مش حاره شوي. فزتوا بالمباراه ومبروك عليكم. بارك بامرك. اصيب يزن للاسف بالرباط، زعلان لانه اصيب، لانه خسرنا احسن مهاجم باسيا، لانه خسرنا لاعب يعني لاعب مهم جدا في المنتخب الاردني، ودائما يعني بعد اصابه يزن علي علوان تعطل، انتهى دوره. حسينا انه الولد هم توأم، يعني اصدقاء جدا، ودائما بغرفه واحده. انهار وتاثر، وشعرت يعني ما حسيتش انه موجود بالشوط الثاني علي علوان، وكل الفريق تاثر. وشفنا جمال سلامي بكى بنهايه المباراه لما في الكلمه نعم بكى، دليل انه قديش تاثر الفريق، لانه يزن بصراحه دائما مش ثقل كبير جدا، ودائما بيقدر يغير المباراه في اي لحظه. والدخل اللي دخلها لو ما كان عنده، لو ما صارت هذه الاصابه، كان ممكن يهدد مرمى المنتخب العراقي الشقيق وسجل هدف. حزين على يزن انه انصاب وانه نخسر جهوده في وقت احنا بحاجته، وعندنا 6 اصابات اصلا، عندنا تعمري وعندنا يزن عرب وعندنا مجموعه كبيره من اللعيبه. لكن فرحه الفوز بتخلينا ما نفكر بالاداء علي. احنا بالاخر بالنهايه مجرد انت تصل للهدف اللي بدك اياه، مش مهم انك تعبت بالطريق، ما تعبت، تغلبت، واجهت مشاكل كثير. كمان احنا بنلعب امام فريق كبير وهو المنتخب العراقي اللي قاتل حتى الثواني الاخيره. والسلامي حاول يلعب، شفنا 5-4-1 بالشوط الثاني، كان بهمه انه يغطي الدفاع وانه يحافظ على النتيجه باي شكل من الاشكال. واول مره انا بشوف منتخبنا بتراجع، والتاثير النفسي بصراحه للاسف كان كبير جدا على المنتخب الوطني وعلى الجمهور. فبالنهايه الاردن تاهل وراح يواجه المنتخب السعودي الشقيق، وان شاء الله انه نستمتع بمباراه جميله قادمه بين الفريقين. ودائما انا يعني يمكن امبارح كنا متحمسين كثير واحنا نحكي قبل المباراه، لكن لا اخفيك يعني عندي حاله من الهبوط والانزعاج من اللي صار بسبب اصابه يزن عماد. نعم، مبروك ابو داود الفوز، ومبروك ايضا التاهل. والمباراه ما راحت لغريب، كنا عرب، كنا اخوان، كنا احباب في هذه البطوله. اكيد يعني الله يبارك فيك. صراحه الشباب اليوم احنا دائما نقول بهاي البطولات اهم شيء الفوز للادوار اللي بعد هيك. صراحه اليوم قدموا شبابنا يعني بالذات الشوط الاول، اليوم بالشوط الاول يعني ادوا اداء يعني صراحه قوي جدا، خاصه في وسط الملعب. اليوم جمال علي لعب الشوط الاول 3-6-1، يعني كان يعني مسيطر على خط الوسط. الشوط الثاني العكس 6-3-1. فالشوط الثاني احنا صراحه انهزينا كثير في غياب يزن واصابته، نقول له الحمد لله على السلامه. وهذا صراحه اللاعب مؤثر جدا، وذكر الاستاذ لطفي يعني هذا يزن من افضل اللاعبين في اسيا، وهو صراحه يعني بصراحه احنا مستائين كلنا في اصابه يزن. واكبر دليل مسكين الكابتن جمال السلامي نزل دمعته في اللقاء الصحفي بتلفزيون الكاس. عموما انا بدي احكي شغله علي، برضه مبروك لكم هذا الاداء اللي انا صراحه بدور من 3 سنوات ما شفت هذا الاداء القتالي والرجولي والفني الى المنتخب العراقي. يعني كان اليوم صراحه قمه في البساله، بالذات من ناحيه 17 علي جاسم كان مميز. هي كانت هاي الجهه كانت الضغط علينا كثير، لكن الحمد لله نجح دفاعنا وكان تنظيم مميز. وبدي احكي كلمه حق على الحارس المتألق يزيد ابو ليلى، نعم. اللي اقدر اقول لك شوط ثاني شال المباراه، يستحق انه يكون هو اخذ جائزه المباراه. عموما اقول مبروك للمنتخب الاردني، وهارد لك لاخواننا وحبايبنا المنتخب العراقي، وان شاء الله المنتخب السعودي هناك حسابات ثانيه باذن الله جايين ان شاء الله على إن شاء الله. المباراه. طبعا هاي اكيد ايضا قمه كبيرة راح تكون ابو طيبه طبعا. افضل مباراه ان
ربما منذ يمكن هي هاي المباراة الأفضل بعد مباراة اليابان. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا نبارك للمنتخب الأردني الشقيق وكل جماهيره أستاذ لطفي وأبو داود بهذا الفوز والوصول إلى المربع الذهبي أو نصف نهائي هذه البطولة المهمة. وأسفنا حقيقة، يعني أسفنا قبل الأردن على إصابة لاعب موهوب مثل يزن النعيمات، لاعب مهم جدا. أتمنى أنه تكون إصابته يعني وشفاءه قبل كأس العالم، لأن هذا المحفل العالمي مهم جدا، ومشاركة لاعب مثل يزن النعيمات هو مكسب فخر لكل عربي. فيما يخص المباراة اليوم، يعني أنا أعتقد ليس هناك مشجع عراقي واحد سواء كان في الملعب أو عبر الشاشة، في ملايين العراقيين لم يخرج، نعم قد يتأسف للنتيجة، لكن بقناعة كاملة يشيد بما قدم شبابنا ولاعبينا في هذه المباراة. كنا دائما في مباريات عديدة ننتقد المنتخب العراقي حتى وإن كان في النتيجة، لكن لم يقدم أداء في كثير من المباريات، يعني أداء يقنعك أنه هذا مستوى منتخب العراق وبتاريخه، ويقدم لك مستوى وأداء. لكن اليوم شفنا كل شيء في كرة القدم، فريق مثابر، فريق ممتاز، ما دب اليأس في الفريق لحتى آخر الوقت الإضافي بالثواني الأخيرة. وكان هذا مطمئن أبو طيبة صراحة. كان ممكن، نعم كان ممكن في أي لحظة أنه الفريق العراقي يعود، ولو عاد الفريق العراقي في هذه المباراة كان يكسب المباراة، لأن الفريق الأردني بالذات شرح أستاذ لطفي الشوط الثاني كان نكوص تام، سيطر الفريق العراقي بالطول والعرض على المباراة، فعل أداء لاعبين. هذا اليوم احنا دائما أستاذ علي خلال هذا التواجد هنا في الدوحة ومنذ البداية قلنا الآن احنا علينا أن ندعم المنتخب ما دام هو أثناء البطولة وعنده مباريات قادمة، لكن الآن انتهى. انا اجي على اللي جايين اعرف لا لا بس انت اليوم راضي عن الاداء اللي قدمه؟ طبعا، واشرت بشكل علني. كنا نستحق الفوز، ممكن نعود للمباراة ونفوز. كنا نستحق الفوز، قدمنا أداء ممتاز. قلت لك أنه الفريق الأردني نعم فريق مميز، فريق متماسك، فريق خطر، لكن لم يسجل عليك إلا من خلال ركلة جزاء. بالضبط، وواضح جدا الوقت اللي احنا وصلنا إلى المرمى عديد من المرات. يعني يزيد أبو ليلى اليوم هو المنقذ الفريق الأردني بالذات. أنا شفت جماهير أردنية يعني قبل الدخول للاستوديو حقيقة يهنون على الأداء وعلى المستوى، ويأكدون بأن لولا يزيد أبو ليلى يا أركان لكان اليوم يعني المباراة خرجت من بين ايديهم. نعم، هو حتى تحس أول شيء نهني أكيد جماهير أشقائنا في الأردن والكباتن الأعزاء. المنتخب الأردني منتخب كبير، لكن اليوم كان واضح أنهم حازمين حساب كبير لمنتخبنا العراقي. كان واضح منذ دخول المباراة، وحتى على شكل مدرب الفريق وتوجيهاته وإصراره على التحفظ في كثير من جزئيات المباراة. بالجانب الآخر احنا ما كنا بالفورمة أو بالشكل الصحيح بالشوط الأول. يعني لو احنا بادين مثل ما بدينا الشوط الثاني بالمجازف، باللعب المفتوح، بالانتقال السريع، باختيارنا للاعبين في المكان المناسب، اعتقد خسرنا شوط كامل بتواجد أمجد في هذا المركز اللي هو مو جاهز بالبطولة، ولغاية الآن أكرر أنه مو جاهز للبطولة، بتواجد أحمد مكنزي في مركز هو ما يقدر يعني يأثر به بشكل كبير، رغم أنه ما حد يقدر يشكل عليه خطية. حاول الرجل واجتهد إلى حد الشوط الثاني اللي طلع. بالشوط الثاني لما صارت التغييرات، لما الفريق قدر أن يطبق نظام اللعب اللي اختار المدرب، وحتى أساليب اللعب من خلال سيطرته على وسط الملعب. يوم أمس إذا تتذكر علي قلت لك أسلوب 3-4-3 يلعب به المنتخب الأردني حتى تقتلهم. شو تسوي؟ تذكر قلت لك لازم تضغط في ساحتهم وتكون اكو عندك استحواذ في وسط الملعب. لما تحقق هذا الشيء الشوط الثاني بدخول قوقية بدل مكنزي اللي هو نوعا ما اكثر يلعب في وسط الملعب بجهة اليسار، وحتى لما نرجع علي جاسم وسوى السويتش، علي جاسم صار في مكان المعهود عليه
وقوقية لعب في المكان الثاني، بينما بالشوط الاول احنا خسرنا علي جاسم في مكان مو مكانه، وايضا ماكنزي ما يلعب بهذا المركز تحديدا، وبالتالي ماكو عتب عليه كبير. الدقيقة 58 بمجرد دخول قوقية بعدها بدقائق بدأت المباراة تاخذ منحى اخر على مستوى الشكل الهجومي لمنتخبنا، مع تراجع واضح للمنتخب الاردني واحترامه لرغبتنا بشكل كبير. ردات الفعل انا لا اتفق مع استاذ لطفي ومع ابو داود، فريق كبير راح كاس عالم ما يصير يضل اللعبه كلها والله زعلان على يزن نعيمات. يزن نعيمات انا هم زعلت عليه، لكن تنتهي في الملعب بس هناك فريق. بس اركان دقيقه بس. نعم. انت لا تنسى لطفي قال كلمه، قال خرج يزن علي علوان ما شفناه بعد 100%. يعني لا انا سؤالي فنيا هل يعقل بان المنتخب الاردني بكامل نجومه وبكامل مواهبه اللي عنده، اقصد في هذه المباراه نعم. يعتمد على يزن فقط؟ هو هذا اللي داعي طرد او انصاب تراجع غير مبرر او يعني وضع السبب لهذا الشيء والتراجع ليزن نعمات فقط لا. كنا قلنا المنتخب الاردني لديه 22 لاعب. الاصابه غيرت طريقه اللعب، صار بيلعب دفاع كامل، صار صحيح. 5 أو 6 لا لم تغير طريقه اللعب، يعني هو لاعب يزن نعمات عوده الفاخري اللي هو بمباراه المصر لعب بنفس المركز واخبر مرمانه طبعا انه يدافع طول الشوط الثاني، انه يدافع. ليش يدافع؟ يحمي مرمى من ليش يزن النعمات شو كان يسوي؟ لا هو يزن مش ساحر، ولكن انت لو لا سمح الله علي هلا مرض بدك تتاثر. كيف يعني؟ واحد عايش معه بغرفه واحده. نعم. نفسيا اللعيبه درجه الاحتراف، هو مش عايش باوروبا ولا هو مش ميسي ولا رونالدو، هو لاعب عربي زي كل اللاعبين العرب. تاثر الفريق. انا اللي قصدك استاذ لطفي. نعم. انا من محبتي للمنتخب الاردني المفروض نعم. يكونون افضل. راح هذا الفريق راح يمثلنا بكاس العالم كعرب، وبالتالي ماكو بكره القدم لاعب ينصاب الفريق لكن يبطل. تاثر، والدليل انه السلامي بكى باخر بعد المباراه. طيب. خلاص بعد المباراه كنا اليوم زعلانين، احنا كعراقيين زعلانين قبلكم. للعلم شوف طبيب عراقي نعم. في المانيا معروف جدا يقول لي انا نعم. جاهز اذا المنتخب الاردني يحتاج اي شيء الكابتن يزيد. شوف يعني لا يعني احكي لك العرب بشكل نعم. عام أكيد. محبين أكيد. لهذا النجم، لانه هو حقيقه النجم يستاهل. لكن انا اللي اقوله صار التراجع غير مبرر، احترام لرغبه المنتخب العراقي، تبديلات ارنولد وعودته الى الشكل اللي لازم ندخل فيه من المباراه كانت واضحه، وبالتالي شيء بس كانت متاخره 100%. هو هذا اللي اريد اقوله استاذ محمد. يعني وبعدها لما خرج امجد نعم احنا خسرنا تقريبا 70 دقيقه مع الاضافه مع الشوط الاول بلعب غير واضح تحديدا. حتى ضربه الجزاء واعطاهم اول نصف ساعه للمنتخب الاردني كانت يعني غير مبرره حقيقه. خروج امجد عطوان ودخول محمد جواد اللي هو ما اضاف شيء، لكن على الاقل لعبنا رجعنا للاسلوب لنظام المهاجمين، وبالتالي قدرنا ان نضغط اكثر على المنتخب الاردني. الفراغات اللي تحدثت عنها انا يوم امس في الشكل التكتيكي كانت واضحه. وين كانت خطورتنا؟ من برز اليوم؟ علي جاسم اللي صار له فتره بعيده ما برز، لان هذه المناطق اللي يتركها اسلوب 3-4-3 استغليناها بالشكل الصحيح. لكن النهايات لم تكن موفقه. ليش؟ لان احنا لحد الان ما عندنا غير ميمي. اذا ميمي كان موفق احنا وصلنا. ميمي اليوم مو